السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي طبخ وحلويات ليا. فيديو تاع اليوم راه خفيف ظريف، يعني بالخف. رايحين توجدوا الوصفه هذه اللي هي الكبده مشرمله او الكمونيه، كل واحد كيفاه يسميها. فجبتها لكم بطريقه مختلفه. عاده نديروا الكبده مشرمله بلا صوص طوماط لكن البنات كان اللي يعانيوا من الطماطيش كي شغل درنا في الكولون كل شيء. اليوم جبت لكم بطريقه مختلفه والبنه صدقوني الفيديو راه يتحدد. شوفوا الله يبارك كيفاش تجي عاقده وتجي، والبنه صدقوني بنينه بزاف. ان شاء الله تتبعوا معايا الوصفه، راها بزاف سهله، فيديو راه خفيف. وان شاء الله تجربوها بالطريقه هذه، متاكده رايحه تعجبكم. شوفوا الله يبارك كيفاه تجي وراها بدون طماطم. نبداو بسم الله. هنا البنات عندي لي زابا كنت نقيتهم مليح، وهنا رايحه نطيبوها في الطاجين. انا صراحه الماكله تاع الطاجين تجي بزاف بنينه، فدرت شويه نتاع الزيت ودرت هذيك الكبده تتقلى. هنا كنت قطعت كميه من البصل وكذلك الثوم كما راكم تشوفوا، تبقى على حساب الكميه نتاع لي زابا اللي عندكم. وهنا البنات بعد ما تقلت لي شويه رايحه نضيف هذيك البصل اللي كنت قطعتها هكذا مربعات صغيره مع الثوم. وتبقى كميه البصل والثوم على حسب كما قلت لكم الكميه نتاع الكبده اللي عندكم، ونخليوها هكذا تتقلى بهذا الشكل ونغلق عليها. هنا عندي البنات بالنسبه للتوابل عندي فلفل اسود، زنجبيل، وعندي كذلك كمون، وعندي فلفل احمر. المكون اللي رايح يعوض لنا لاصوص طوماط هو البابريكا او الفلفل الاحمر الحلو، وتقدروا كذلك تضيفوا فلفل احمر حار الى حبيتوا الحار. هذه هي البنات، هذه هي الطريقه اللي رايحين تستغنوا عليها على لاصوص طوماط، يعني بالنسبه اللي يضرها او تضرها الطماطم، خصوصا اللي يعانوا من الكولون كل شيء. فالطريقه هذه رايحه ان شاء الله تجيكم يعني احسن واحسن. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما خليتهم يتقلاو شويه فدوك لي زيبيس، ضفت شويه نتاع الماء. البنات ما تكتروش بزاف، شويه تاع الماء كما تعرفوا لي زابا بالخف رايحين يطيبوا معاكم. وشوفوا هنايا هذيك لاصوص بدات هكذا تغلي معايا، ونخليها حتى تتجمر. هنا قبل ما نطفي على الطاجين رايحه نضيف المعدنوس ولا قزبر اللي متوفر عندكم. وشوفوا البنات هذيك لاصوص، شوفوا الله يبارك كيفاش تجي خاتره وتجي ما شاء الله تجي بزاف بنينه. جربوها بالطريقه هذه وخليوا لي الاراء تاعكم في التعليقات، صدقوني والله غير تجي بزاف بزاف بنينه. اللي يحب كذلك يضيف طماطم نتاع القوطي يضيف شويه برك يعني. ولكن البنات انا ملي بديت ندير الطريقه هذه فاستغنيت تماما على الطماطم، لانه عاده ديفا تجينا شويه حامضه، ديفا يعني هكذا شويه ضرنا في الكولون. ف يعني تعتمدوا هذه الطريقه، اكيد ان شاء الله رايحه تعجبكم. وهي النتيجه امامكم. والان شنقول لكم صحه فطوركم، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.